في احتفالية مهمة وكريمة. الضيوف الأعزاء جميعا من الحضور، الزملاء والزميلات، الأساتذة الأفاضل في الجامعة، بناتي وأبنائي، أطفالنا الأعزاء جميعا، أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة ديالى، جامعة العطاء والمثابرة والتقدم العلمي، والذي ينتظركم في يوم من الأيام براعمنا وزهراتنا الجميلات أن تكونوا هنا في أروقة هذه الجامعة طالبات وطلبة في جامعة ديالى التي ستفرح أيما فرح بأبناء محافظتها العزيزة. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا. يسرني الترحيب بكم في جامعة ديالى وأنا أساهم في افتتاح المهرجان السنوي الذي يقيمه مركز وأبحاث الطفولة والأمومة. عذرا نسيت أن أرحب بمديرة المركز الأخت العزيزة والدكتورة إخلاص، وكذلك أساتذة مركز أبحاث الطفولة والأمومة. بمناسبة يوم الطفل العراقي، هذا اليوم الذي يحتفل العراقيون فيه كل عام ليؤكدوا الالتزام التربوي والدستوري بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الدولة والمجتمع. ونحن إذ نقيم هذا المهرجان نستذكر ونثمن جهود حكومتنا الوطنية في تبني الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في البلاد، والتي تضمن تنمية الأطفال وتأمين احتياجاتهم، وتعمل على توفير بيئة صحية ورعاية تربوية وتعليمية واجتماعية متكاملة لهم، بالاستناد إلى قيمنا الحضارية والإنسانية. ومن مظلة الرؤية العراقية ومسارات التخطيط لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حرصت جامعتنا على تكثيف جهودها البحثية للوقوف على التحديات والإشكالات التي تواجهها الطفولة، لا سيما تلك التي ترتبط بعمالة الأطفال والحرمان والجوع والنزوح وفقدان الأهل والمساكن، وكل ما يتعلق بتداعيات النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة، من أجل وضع الحلول الناجعة لها والعمل على تأهيلهم نفسياً وجعلهم ثروة وطنية مستقبلية. وأنا في هذا المقام أدعو مخلصاً كل الفعاليات الاجتماعية إلى تنسيق الجهود من أجل وضع الخطط والبرامج التي تستهدف رعاية أطفالنا وتهيئتهم لغد أفضل، فهم ضياء الحياة وسعادتها، وهم أمل الأوطان ولبنة الغد المشرق للبلاد. ختاماً، أجدد الترحيب بكم وأثمن جهود المباركة لمركز أبحاث الطفولة والأمومة المتميز في نشاطاته، وأسأل الباري عز وجل أن يحفظ فلذات أكبادنا من كل مكروه وهم ينعمون في عراق آمن ومستقر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.